أحيانا يصل الإنسان إلى مرحلة لا يستطيع فيها العتب ولا النقاش، يكون همه الوحيد هو راحة باله، وأحيانا يكون همه الوحيد عدم خسارة الطرف الثاني. العسلات والامارات ولاد بلد الجدعان وحشتوني قوي قوي قوي. يلا بسرعه نبدا حلقتنا، وقبل ما نبدا حلقتنا نصلي على النبي. كل من ليه نبي صلي عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. انت بتعملي ايه يا سمسمه؟ انا بوريكم كده التوابل بتاعتي ديت. طقم التوابل بتاعي قديم، فلقيته عدي جايب لي ديت، ربنا يخليهم لي يا رب. لقيته جايبه لي، فانا قلت يعني ايه، هصور لكم ان انا بفضي التوابل من هنا، من طقم التوابل القديم للطقم اللي جابهولي ابني عدي. عدي جاب لي طقم التوابل. بما اني بقى ايه، انا كده كده مكركبه في المطبخ، فلقيت ابو عدي جايب لي علب صلصات كده كتير، فانا قلت ما بحبش الحاجه اللي فيها ازاز، بخاف عشان عيالي لا تتكسر ولا حاجه من الارض من احمد اي يتعور ولا حاجه. فانا بفضيها كده زي ما انتم شايفين، بفضيها في اطباق بلاستيك وبحطها في التلاجة او في الفريزر. هي ما فيهاش حاجه، بتبقى حلوه احسن من الازاز. انا بخاف من الازاز يعني، فانا بفضيهم في العلب البلاستيك واحطهم في التلاجة. بما اننا كده انا شغاله في الصلصه، عايزه اقول لكم على الحكمه اللي انا حطاها. انا حطاها كده، انا مريت الفتره اللي فاتت ديت بشويه مشاكل كده، وكان عندي حاله وفاه. فانا فقررت اللي انا ايه، اللي هتشتري دماغها هتريح دماغها. مش هناقش مع حد، ومش هعاتب حد، مش هلوم حد. لا خلاص، انا كده قررت اللي انا ايه، هريح دماغي، مش عشان الطرف التاني اخاف اخسره، لا. قررت اللي انا عايزه اريح دماغي، دماغ سمسمه. تشوف بيتها، تشوف عيالها، تشوف القناه بتاعتها. فده اللي كان اخرني عليكم، بس ده اللي انا اقدر اقوله يعني. بصوا بقى، انا كده بما اني فضيت الصلصه في علبه بلاستيك، فحطيت زيت عليه. طب ليه يا سمسمه؟ علشان لما تيجي تطلعي بالمعلقه كده ما يبقاش فيه العفن الابيض اللي فوق دوت، فالزيت بيحميه. انتي كده بتعملي ايه يا سمسمه؟ العلب اللي ورا ديت فيها صلصه، فانا مرضتش ايه ارميهم، فلازم افضي الصلصه اللي فيهم. فقلت النهارده ان شاء الله هنعمل حبه فاصوليا خضراء، وهنعمل حبه ملوخيه، وهنعمل حبه فراخ كنتاكي عن طريق جانا. برضو جانا هي اللي عملتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بعمل كده، بفضي الصلصه، بحط ميه كده في العلب عشان مش عايزه ارميها كده من غير لما افضي اللي فيها. على فكره كل الستات بتعمل كده، العربيه والمصريه، اي ست اصيله تعمل كده. ما كنتش عايزه احط الميه ساده يعني ميه كده، فانا قلت ارج البرطمان وافضيه في الكبه بتاعتي. الصلصه ديت انا حطيت فيها بسم الله الرحمن الرحيم بقيه البصل المبشور والطماطم وفلفل اخضر، ده اللي هحطه على البصل بتاع الفاصوليا الخضراء. بتعملي ايه يا سمسمه كده؟ طبعا زي ما انتوا عارفين سمسمه بفتح كل العيون اللي عندي عشان اخلص. هنا البصل حطيت فيه الفاصوليا الخضراء، بقليه فيه كويس، وبعد كده بحطه ايه بحط الطماطم تتسبك فيها. يعني انا مش بسبك وبعد كده احط الطبيخ، لا، بسيب التسبيكه الطبيخ يتسبك مع الطماطم. حطيت الفلفل وحطيت الكمون وحطيت بسم الله الرحمن الرحيم لا، فلفل وكزبره والمرقه بتاعتي والملح. الناحيه التانية انا هنا بنتي بتعمل الفراخ. سلقنا الميه، سلقت الميه ميه السليق عشان نحط فيها الفراخ بتاعتنا اللي احنا نقعينها في ليمون وخل وملح وبسم الله الرحمن الرحيم، ونقعيهم كده زي ما انتم شايفين انا كده نقعيهم. الناحيه التانية بعمل لسان عصفور. انا حاسه ان بقالي كتير ما اتكلمتش معاكم، معلش اعذروني. تحطي ايه يا سمسمه؟ بحطي حبه سكر على الفاصوليا الخضراء عشان تعادل بس الحموضه بتاعت الطماطم عشان يبقى طعمها حلو. الناحيه التانية بعمل رز بشعريه. كان في عندي بوريكم يعني، كان في عندي حبه في البرطمان، فضيتهم في الحله مع الشعريه اللي انا حطاها. هنا حطيت طماطم وفلفل رومي في السلق. وبسم الله الرحمن الرحيم، دي ايد جانا طبعا. انا جانا بتعمل معايا الاكل، وجمانة بتصورني، وانا طالما مش باينه كده يبقى انا اكيد بعوق في حاجه تانية، مش ببقى قاعده ساكته يعني، لا اما بغسل مواعين لا اما بروق بره. فالحمد لله. هي بقى جانا قالت لي يا ماما بما اني يعني ايه دخلتيني المطبخ، فانا هعمل لك انا الفراخ. قلت لها تمام وريني يلا.
فعملت هي الفراخ زي ما انتم شايفين كده. هي حطيتها ببيض او سلقتها وبعد كده حطيتها ببيض بحبه فلفل، وبسم الله الرحمن الرحيم. الاول حطيتها في دقيق وبعد كده البيض، بعد كده البقسماط دوت. بس البقسماط ده كريسبي، هي جايبه اللي هو فيه حب شويه مش البقسماط الناعم. فانا لقيتها هي حمرتها جامد، فانا قمت بقى ايه خدتها منها كملت القلي التاني يعني، عشان هي حمرتها جامد وانا مش بحبها بالتحمير الجامد ده. عايزه اقول لكم يا جماعه ريحوا دماغكم وحبوا عيالكم وحبوا بيتكم. حبوا الدفى اللي في بيتكم، محدش هينفعكم غير بيتكم وعيالكم. مش هتلاقوا حنيه غير من عيالكم، مش هتلاقوا حنيه غير من اذا كان عندك بنات، اذا كان عندك صبيان، ربنا يخليهم لك يا رب. انا عندي بناتي بيساعدوني، ومعاذ كمان بيساعدني، وعندي عدي كمان بيجيب لي طلبات. يعني عندي في ناس عندها اولاد بيساعدوها الصراحه يعني. فربنا يخلي ولادنا ويحميهم وينصرهم، ويبعد عنهم كل اذى وحقد وحسد، وربنا يبعد عنهم الحاجه الوحشه يا رب. دايما بدعيها لعيالي او لاي حد ان ربنا يوقف له ولاد الحلال يا رب. ربنا يوقف لعيالنا ولاد الحلال، ويبعد عنهم ولاد الحرام، ويبعد عنهم الناس الوحشه، ويبعد عنهم يعني في ناس كده مش بتحب البني ادم من قلبه. لا لا لا، فربنا يبعدنا عنهم يا رب. طبعا انت بترغي كالعاده يا سمسمه. انا هنا بعمل، مش انا اللي بعمل، دي ايد جانا بنتي هي اللي بتعمل الملوخيه. وهي على فكره عندي جانا ما شاء الله حب المطبخ تبعي، وحلا حب المطبخ، وجمانة حب المطبخ. بس للاسف احنا كلنا انا عاملاهم زي كل واحد عنده مهمه هو بيعملها. مش كلنا هنخش المطبخ، مش كلنا اللي هنعمل، لا. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفيني كده انا بقلب في الملوخيه، بقلب لها الملوخيه وهي بتعمل التومه وهتحطها دلوقتي. جمانة واقفه بتصورنا، حلا بتروق بره الشقه بتلم الدنيا. دايما خلي ايد عيالك كده معاكي، ما تخليهمش يبقى قاعدين وانت اللي بتعملي كل حاجه لا انا مش حابه كده، اذا كان حتى ولاد او بنات ربنا يخليهم لنا يا رب. الاكل بتاعنا خلص وانا كالعاده برغي وبحضر كده الاكل بتاعنا. آه يا رب الاكل يعجبكم وربنا يخليكم ليا. انتوا بجد احسن جمهور، بتحبوني من غير مقابل. كفايه دوس الاشتراك والاعجاب بالدنيا كلها، مش عايزين حاجه من سمسمه غير عايزين تكبروها وتدعموها. ربنا يخليكم ليا بجد يا احلى جمهور، ويجعلكم سند ليا يا رب، اللهم امين، ويخليكم ليا. تعالوا اتفضلوا معانا، يا رب الاكل بتاعي يعجبكم. الفاصوليا بتاعتنا هي وملوخيه. ما تنسوش اللايك، ما تنسوش الاشتراك، ما تنسوش تعليق يكون حلو زيكم. مع السلامة يا أحلى جمهور سمسمة.